بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله معايا وصفة سهلة خالص وبسيطة، هي الكفتة. معايا هعمل لكم كفتة بطريقة جميلة جدا هتعجبكم. قبل ما ابدأ الوصفة هقول الدعاء: اللهم اكرمنا، اللهم امين يا رب العالمين، وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض وما بينهم. طبعا الوصفة دي هحتاج نص كيلو لحمة، وهتبلها بالبصل المفروم ناعم وملح وفلفل وبهارات لحمة، وهحط شوية خل وفصين توم مطحونين جامد معاهم، واقلب كله في بعض واصبعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هعمل الكفتة بنفس الطريقة كده اهي، صوابع جميلة بعد ما تبلتها كويس. وقلينا بطاطس نص كيلو بطاطس، وقلينا بتنجان نص كيلو بتنجان، وربع كيلو فلفل كده قليناه، وحطيناه في السرفيس بتاعنا البايركس طبعا عشان هتدخل الفرن شويه. هبدا اعمل ايه بعد ما قلينا البطاطس؟ هبدا احطها فوق البتنجان وفوق الفلفل اللي انا عملته بنفس الطريقه كده زي ما انتم شايفين اهو، بنفس الطريقه كده. هبدا اللي انا احط البطاطس، ومجهزه كمان صلصه طماطم مسبكه اهي زي ما انتوا شايفين، تسبيكه تقيله ما هياش خفيفه. وهبدا بقى اللي انا احط الكفته بتاعتي. الكفته هعملها ازاي؟ هقلي بصله ومعايا بعد ما حطيت البصل هحط قرن فلفل وشويه توابل، وهقليهم في بعض وهنزل عليهم بالطماطم زي ما هتشوفوا دلوقتي اهي. انا عملتها اهي يا جماعه، وولعت عليها وشغاله اهي، قلبتها اهي. دي التقليه اللي انا عملتها بالفلفل، وحطيت عليها الطماطم وطبعا متبلاه. هنزل بقى بصوابع الكفته زي ما هي عليها اهي، زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بصوابع الكفته بتاعتي على الارضيه دي، بصوا بنفس الطريقه زي ما انتوا شايفين كده. هحاول احط الكفته بتاعتي كلها عشان طبعا هتبقى ممتازه جدا. الكفته دي يا جماعه سريعه وسهله جدا وبنعملها كتير، وصفه ممتازه. اللي انا هزها شويه زي ما انتوا شايفين كده، واعلي النار شويه عشان تبدا تتشمع. وهضيف لها بالظبط ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه هضيفهم عليه. ليه انا ضفت ربع كوبايه الميه؟ عشان خاطر طبعا الكفته بتاعتي تستوي وما تبقاش اللحمه نيه. هغطيها بقى هغطيها وهسيبها تتشمع وتتشرب مع نفسها، وبين وقت للتاني من الوقت للتاني هكشف عليها وهزها هزه زي ما انتوا شايفين كده، لغايه لما الكفته بتاعتي تستوي كويس جدا واتاكد انها استوت. كل شويه ههز الطاسه بتاعتي كده وهي فيها الكفته، واسيبها لغايه لما تستوي. قيمه قد ايه بالظبط؟ 10 دقايق. انتوا خديها واروح هناك ولا اهي استوت يا جماعه وبقت ممتازه جدا، وان شاء الله هتعجبكم خالص. هبدا بقى اللي انا احطها في البايركس على البطاطس والبتنجان اللي انا قلياه بنفس الطريقه كده معايا اهو اهي. انا هبدا احطها اهي في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده اهي. بنزل بالصوص كله عليها واظبط الشكل معايا ان شاء الله اهي، ممتازه جدا. بظبط بس الصينيه بتاعتي وهدخلها الفرن على درجه حراره 180 لغايه لما تظبط الشكل معايا وتبقى ممتازه ان شاء الله. هحط لها الصلصه الاول قبل ما ادخلها الفرن. هحط لها شويه صلصه كده زي ما احنا اتفقنا، عشان طبعا تديها طعم مشهي وتبقى طعمها ممتازه جدا زي ما انتوا شايفين كده. بحط الصلصه وبوزعها عليها، وان شاء الله هتعجبكم
وهتنال رضاكم. هدخلها بقى الفرن وهظبط الدنيا كده وان شاء الله ارجع لكم بيها مستويه. اهي طلعت الصينيه السرفيس بتاعي، طلع اهي ممتازه جدا، سخنه جدا طبعا واستوت وبقت جميله اهي. بصوا يا جماعه، وكمان ادي الصوص اللي تحتيها، بصوا اهو، بصوا حاجه جميله جدا ومشهيه. الكفته طعمها تحفه جدا في منتهى الجمال. وطبعا البايركس معلش عشان سخن شويه، فانا هغرف لكم كده وصفه، نص الوصفه كده. حاجه بقى جميله جدا ومشهيه على الاخر وتفتح الناس. اكله جميله ومفيده وكلها قيمه غذائيه عاليه. وطبعا الكفته مفيش حد بيقول لا عليها خالص، كلنا بنحب اللحوم طبعا، احنا مصريين واللحمه عندنا عشق طبعا. والاكله جميله جدا وهتعجبكم جدا ان شاء الله. يا رب تنور رضاكم وتنبسطوا منها وتجربوها وبألف هنا وشفا. عايزه لايكات كتير وكومنتات اكتر، عايزه كمان منكم تعليقاتكم تكون اللي انتوا عايزين، الحاجه اللي انتوا عايزينها تطلبوها مني وان شاء الله هنفذها لكم. الوصفه جميله جدا يا جماعه وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. الكفته جميله ومناسبه في كل وقت، ممكن ناكلها في العشاء وفي الغداء عادي جدا. لو حبيتوا اي وصفه اعملها لكم اتفضلوا اطلبوها مني في التعليقات. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو تشيروه. عايزه لايكات كتير واشتراك في القناه، الناس اللي ما اشتركتش اشتركوا كلكم عشان القناه ان شاء الله هتكبر بيكم وليكم بامر الله. والله يا جماعه ما خدتش مني وقت ولا حاجه، هي كل الفكره ان انا جهزت الحاجه بسرعه كده سريعا وجت معايا الوصفه سهله خالص وبسيطه. يا رب تكون عجبتكم. ممكن ناكل معاها مكرونه وممكن ناكلها برز وممكن ناكلها بالعيش عادي، اي مخبوزات، اي عيش يعني، عيش بلدي، عيش كايزر، عيش فينو، اي عيش، عيش شامي، عيش تورتيلا، اي نوع عيش ممكن ناكل بيه الوصفه بتاعتنا. ويا رب تكون نالت رضاكم وانبسطتم منها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.